السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلاسل الأبراج. والنهاردة هنتكلم في موضوع في الحقيقة حساس شوية. أنا فكرت كتير قبل ما أتكلم فيه علشان عارف اللي هيحصل في التعليقات، ولكن أنا هقول لكم وجهة نظري في الموضوع ده. وزي ما شفتوا في عنوان الفيديو، احنا النهاردة هنتكلم عن الأبراج وعلاقتها بالتدين. يعني مين الأبراج المتدينة، مين الأبراج الأكثر تدينا ومين الأبراج الأقل تدينا. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة بفكركم بيها وقلتها كتير قبل كده في الفيديوهات. أنا في موضوع الأبراج ده أنا ولا بنجم ولا بتكلم في الغيب والمستقبل، حاشا وكلا، ولا بتكلم كمان وبنقل اللي بيتقال او اللي بيتكتب في الكتب، ولا بتكلم في علاقات النجوم مع بعض وهوبا عطارد دخل في الزهرة. ده مش كلامي. انا باخد صفات الابراج اللي موجودة ومكتوبة في الكتب وطبقتها اوريدي على مدار اكتر من دلوقتي 15 سنة على الناس اللي قابلتهم في حياتي. ونتيجة هذا التطبيق للكلام اللي في الكتب على الناس اللي انا فعلا شفتها من الابراج دي وتعاملت معاها، سواء كان في علاقات عمل او في علاقات شخصيه، بجيب لكم بقى في الاخر خلاصه الخبره دي للتعامل مع كل برج. قد تكون صح وقد تكون غلط، وفي الاخر مقبول النقاش ومقبول الاختلاف في وجهات النظر ما دام باحترام وبدون تجريح. وجبت هذه المقدمه قبل ما اتكلم في الموضوع ده. الابراج وعلاقتها بالدين، طبعا العلاقه بتتفاوت من برج للتاني. هناخدهم كده برج برج ونشوف ازاي بيتعاملوا مع موضوع الدين وعلاقتهم بالدين. عندك مثلا برج الجدي. برج الجدي هو الدين مكون رئيسي في كل الكلام اللي بيقوله. يعني هو على طول بيحط الدين في كلامه. بس مع الأسف الشديد برج الجدي بيركز أكتر على جانب الشعائر في الدين والعبادات أكتر من جانب المعاملات. يعني هو ممكن يكون ملتزم في الصلاة زي ما قلت في كلامه، على طول بيقول لك قال الله وقال الرسول، ولكن في معاملاته مع الأسف بتفوته حاجات كتيرة جدا في الدين. عنده مشاكل في التعامل مع صلة الرحم، عنده مشاكل في التعامل مع الناس اللي حواليه، ما بيراعيش ربنا من الآخر في الناس اللي حواليه لما بيجي الموضوع في تطبيق الدين على المعاملات. فهو بس احنا النصيحة اللي بنقولها له، يعني انت فاهم كويس وقاري كويس في الدين وانت قارية كويس في الدين، حاولوا تطبقوا ده في المعاملات. لانه خلي بالكم انه الدين مش شعائر بس، والدين مش عبادات بس، الدين كمان معاملة، والمعاملة مهمة جدا. ندخل على برج الدلو. برج الدلو في الحقيقة من الأبراج الملتزمة دينيا بشكل كبير، ومن أكتر الأبراج المتزنة لما الموضوع بيجي ما بين الشعائر والعبادات والمعاملات. في الحقيقة برج الدلو هو بيبقى حريص جدا على كل حاجة بيعملها، بيحسب كل خطوة قبل ما بيخطوها، بيحسب كل كلمة قبل ما بيقولها. فبالتالي هتلاقي ان هو صعب ان حد يقول لك برج الدلو قال لي كلمة جرحتني او زعلتني، او صعب ان برج الدلو يظلم حد في الحقيقة. فهو في الحقيقة مثال جيد على التوازن ما بين المعاملات والشعائر والعبادات. ففي الحقيقة من أكثر الأبراج تدينا في رأيي المتواضع هو برج الدلو. ندخل على برج الحوت. برج الحوت علاقته بربنا أو علاقته بالدين هي علاقة روحانية أكثر. فهو في المعاملات هو برج يعني محترم جدا ورزين وصعب ان هو يأذي حد، وصعب ان هو يظلم حد، وصعب ان هو يزعل حد. فهو في المعاملات هو في الجانب ده كويس جدا وبيطبق الدين في المعاملات. بتفوته بقى في العبادات والشعائر، مش ملتزم في العبادات والشعائر، عنده مشكلة في الموضوع ده. ولكن هو دايما بيحب لما يقيم عبادات وشعائر يقيمها بحب ويقيمها من جواه. فهو بيبقى مخلص جدا لما بيعمل ده، ودي حاجة كويسة جدا في الحقيقة في برج الحوت، ان هو فعلا يعني بيحب لما بيعبد ربنا، او لما بيقيم شعائر فعلا بيكون بيعملها بحب وبجانب روحاني
اكتر منه ان هو بس بيعمل الشعائر وبس. محتاج بس ان هو يلتزم اكتر وياخد الموضوع بجدية، والموضوع مش مرتبط بس بحالتك المزاجية او بعلاقتك الروحية، لا، في التزام عليك لازم تعمله في العبادات. ده بالنسبة لبرج الحوت. برج الحمل من اكثر الابراج تدينا بالنسبة لشق الشعائر والالتزام بالعبادات سواء صلاة وصوم وهو كمان برج في المعاملات بيخاف او مش بيخاف، حريص جدا على الظلم. هو برج يكره الظلم، وبرج ينتصر للمظلوم حتى لو ما كانش يعرفه، فهو برج حقاني قوي، فهو في المعاملات كويس جدا. كل بس المشكلة اللي بتحصل عند برج الحمل في المعاملات لما بينفعل، ممكن بيغلط وممكن بيزعل حد وممكن بيكسر وممكن بيدشمل، ولكن زي ما احنا عارفين طيب وبيرجع بسرعة يحاول يصلح اللي عمله. فمن أكثر الأبراج برضو تدينا برج الحمل. كمان برج الثور من أكثر الأبراج تدينا في جانب الشعائر والعبادات، ولكن عنده مشكلة في المعاملات. برج الثور برج مراوغ، برج يعني ذكي جدا، وبيحاول يوظف كل علاقاته لخدمة مصالحه الشخصية. فبنلاقي ان هو في جانب المعاملات ساعات بيبني علاقات كتيرة على المصلحة. قد يكون ده ممكن ما يكونش حاجة غلط قوي او ما يكونش حرام او يكون مقبول لو الطرف التاني موافق على الكلام ده، ولكن يعني ما بنحبش انه حد يبني علاقاته مع الناس على المصلحة، بنحب ان العلاقات تكون مبنية لوجه الله. ولكن هتلاقي دايما انه كمان برج الثور عنده يعني من حته استعراضيه شويه لما الموضوع بيجي في الدين. يعني تلاقيه مثلا هو من الناس اللي بتقعد تتكلم مع، يعني هو عنده حته سيطره شويه، فبيبقى والدين عنده يعني ايه في حته الشعائر مهم جدا، فهتلاقيه دايما ممكن يسال حد يقول له انت بتصلي ولا ما بتصليش، ما يعملها. واخد في ابراج تانية ما تعملهاش، يعني في ابراج تانية تتجنب ان هي تتكلم في الموضوع، لكن الثور ممكن يروح يسال حد السؤال ده، وممكن يصنف الناس على حسب مدى التزامهم بالعبادات. فهو ممكن يحطك في درجة اقل لو انت مش ملتزم في العبادات. الموضوع في دماغه بيحب دايما ان هو بقى ايه يشارك بقى الادعية والاحاديث والفيديوهات الدينية وكل ده بيعمله برج الثور. الله اعلم طبعا بالنوايا، هل ده بيكون فعلا بنية صادقة للمشاركة، ولكن هو الفكرة ان هو يعني بيشارك اكتر ما بينفذ الكلام اللي هو بيشاركه. احنا بشكل عام في مجتمعاتنا العربية عندنا مشكلة في المظهرية بالنسبة لعلاقتنا مع الدين. بنحب قوي المظهر، بنحب قوي ان احنا نبرز ان احنا متدينين وننتقد الاخرين على تقصيرهم قبل ما نسأل نفسنا هل احنا ملتزمين زي ما احنا بنطالب الناس ان هي تبقى ملتزمة ولا لا. فدي مش حاجة بيعملها بس برج الثور، دي حاجة بتحصل كتير قوي في مجتمعاتنا العربية. برج الجوزاء بالنسبة لعلاقته بالدين هي برضو بتبقى، هو برج الجوزاء عنده ثقة كبيرة جدا في انه يعني عنده خط اتصال مفتوح مع السماء. فهو برج الجوزاء سواء كان ملتزم بالعبادات او مش ملتزم هو حاسس ان هو مرضي عنه، وطبعا دي حاجة خطيرة جدا، انه مفيش امان ومفيش ضمانة بالنسبة لعلاقتك بالدين الا ان انت تكون ملتزم فعلا، ملتزم سواء في معاملاتك او في عباداتك. محدش هيديك ضمانة او اعفاء من المسؤولية ومن الحساب. فالثقة اللي عندك يا برج الجوزاء الكبيرة دي في ان انا اصلا بيني وبين ربنا عمار، واصلا ربنا راضي عني، وانا اللي بيني وبين ربنا محدش يعرفه. حلو الكلام ده، بس انت كمان لازم تطبق الكلام ده، ولازم تبقى ملتزم في عباداتك ولازم تكون ملتزم في الشعائر اللي انت لازم تقيمها. فمحتاج ان انت يا برج الجوزاء تاخد بالك من الحكايه دي. صحيح ان انت عطوف وحنون مع الناس ورفيق بالناس وبتساعد على قد ما بتقدر، ولكن برضو زيك زي الحمل لما بتنفعل ممكن بتجرح حد. فخد بالك من الحته دي لما بيجي الموضوع في المعاملات، وركز اكتر على العبادات. محتاج تركز اكتر على العبادات. برج السرطان علاقته بربنا قوية جدا،
بالنسبة للعبادات والشعائر، ملتزم جدا في العبادات والشعائر. مشكلته الكبيرة في المعاملات بقى في النميمة. هو برج ايه يعني بيتكلم على الناس كتير، فلازم ياخد باله من الموضوع ده، ان هو ما يتكلمش على حد في غيابه، وان هو طبعا يعني نقاد وما بيعجبوش الحال المايل وعلى سجيته اللي في قلبه على لسانه. فهو مش شايف ان هي نميمة او غيبة، هو شايف ان هي نقد لوضع غلط، ولكن هي طبعا دي بالنسبة للدين هي مشكلة، فيحاول ان هو ياخد باله شوية من الحتة دي. ولكن طبعا برج السرطان برضو زي برج الحوت المائي اللي زيه، بيتعامل بشكل روحاني اكتر في الدين، ولكنه اكثر التزاما بالعبادات من برج الحوت. برج الاسد، عارف انت الناس اللي هي بيربي دقنه علشان يكتسب ثقة مع الناس في المعاملات، ويقولوا ان هو راجل بتاع ربنا. هو الاسد اكتر واحد ممكن يعمل الحته دي بقى، لانه الاسد بيطوع كل ادواته للسيطره وللنجاح ولتحقيق اهدافه. فما بنقولش ان برج الاسد يعني مدعي لا سمح الله ولا حاجه، احنا بنتكلم على امثله ممكن تكون تنطبق على ناس وممكن ما تكونش تنطبق على ناس. ولكن هو في جانب العبادات والشعائر هو ملتزم جدا. ولكن برج الاسد بقى ممكن يظلم، يعني من الابراج اللي ممكن نخاف ان هي تظلم حد، لان هو عايز يكسب دايما، عايز دايما يبقى كسبان، عنده روح المنافسه دي. فعلشان كده احنا بنقول لبرج الاسد بس حاول انت تبقى في معاملاتك اكثر حياديه واكثر اعتدالا، وما تجيش على حد علشان الظلم ظلمات يوم القيامه. برج العذراء في الحقيقه بقى ايه، ملوش ملكه في الموضوع ده. يعني هتلاقي ان هو عنده مشكله كبيره في الالتزام بالشعائر، من اكتر الابراج اللي ممكن تكون بتفوت صلوات، ومن اكتر الابراج اللي عرضه ان هي ما تصومش رمضان. ولكنه على جانب المعاملات هو طبعا اكتر الابراج خدوم ومساعد للناس وعطوف على الفقراء وكريم وباذخ في ان هو يصرف على الفقراء وان هو يعطي المحتاج. دي حاجه كويسه جدا عنده، بتخليه يعتقد ان دي هتملى الجاب اللي موجود او الفراغ اللي موجود في العبادات، ولكن هيهات ده مش صح. فلازم يا برج العذراء تركز اكتر في العبادات، ومحتاج خشوع اكتر في العبادات، ومحتاج ان انت تبقى يعني ايمانك يبقى اقوى من كده شوية. برج الميزان طبعا برج متدين جدا جدا، وعلاقته بالدين يعني علاقة قوية جدا جدا جدا، ومن اكتر الابراج تدينا لما الموضوع بيجي سواء العبادات او بيجي للمعاملات. هو في الاتنين بصراحة ممتاز وملتزم جدا، ويعني مثال يحتذى به بالنسبة لموضوع التدين. برج العقرب برج براجماتي، بياخد الموضوع يعني ايه حسبة، يعني انا هصلي عشان ادخل الجنة، انا مش هعمل الحرام عشان ما ادخلش النار. فهو بقى يعني زي ما قلنا في اشقائه في الابراج المائية، الحمل والحوت والسرطان عندهم الحتة الروحانية، محتاج بقى برج العقرب يزود شوية الحتة الروحانية دي. هو ملتزم جدا في العبادات، ولكن واخد الموضوع بشكل براجماتي، بيعبد ربنا عشان مش عايز يدخل النار او عايز يدخل الجنة. دي حاجة كويسة طبعا الطمع في الجنة والخوف من دخول النار حاجة كويسة، ولكن كمان ان انت تبقى بتعمل الحاجة من قلبك دي حاجة كويسة جدا. وفي المعاملات هو برج حقاني وفير، فمش هنلاقي كتير ان هو عنده مشاكل في المعاملات مع الناس، ويبقى حريص جدا على مشاعر الناس. فبتلاقي ان هو من الصعب ان هو يزعل حد في العلاقات، ومن الصعب كمان ان هو يظلم حد. برج القوس هو في الحقيقة ملتزم في جانب الشعائر، وعنده في الحقيقه الميكس اللي احنا بنتكلم عليه ده بتاع ان هو لا فعلا بيعبد ربنا بحب، وعنده الجانب الروحاني موجود مع الجانب العقيده او جانب العبادات والشعائر. فدي حاجه كويسه جدا عند برج القوس. بيفوت ساعات، ولكن هو بيبقى صاحي وواعي، وهو مش عايز يفوت، هو عايز يفضل ملتزم، ودي حاجة كويسة جدا في برج القوس. في المعاملات برضو هو من ألطف الأبراج ومن أحسن الأبراج في المعاملات مع الناس، مش هتلاقي إن هو عنده مشاكل كتيرة مع الناس، وبياخد جنب لما بيلاقي حد بيضايقه بيبعد وبيقتصر، وهو كده كده أصلا بيشتري دماغه يعني، ومهم عنده السلام النفسي، فمن يعني مرتاح في الموضوع ده. فإذا عندنا
اكثر الابراج تدينا الدلو والميزان من اكثر الابراج تدينا، ومن اكثر الابراج اللي يحتذى بها في هذا المجال. طبعا زي ما قلت الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، وبيختلف على حسب التربية، وبيختلف على حسب حاجات كتيرة، وانا كل اللي بنقله ليكم بس هو مشاهدات شفتها في الحياة. ممكن تكون العينات اللي انا شفتها مش افضل عينات، ممكن تكون صح، ممكن تكون غلط. انت في الاخر اللي تحكم وتشوف الكلام ده مناسب ولا لا. والسلام عليكم.